عايزين نيجي هنا كده نجرّب حاجة بسيطة خالص، نبتدي إن إحنا نزوّد الكوماندات ديّة. أنا دلوقتي عايز أقول له أنت راجل شغال DevOps جالك request قال لك اعمل لي MySQL database عشان أنا محتاج إن أنا الMySQL database ديّة إن أنا باعمل application مثلًا أو web application. فأنت رُحت على هنا كده، نرجع تاني نخش على صديقنا دوّة اللي هو الregistry، هاقول له أنا عايز إيه، عايز MySQL تمام. هيطلع لك هنا كده MySQL. طبعًا زي ما قُلت لك كده أنت بتروح على الofficial، لو لقيتها هنا كده underscore يبقى أنت كده في الofficial. تيجي هنا كده ديّة الversions الموجودة. طبعًا لو الapplication بتاعك محتاج version معيّنة، يعني مثلًا الapplication بتاعي هاقول محتاج مثلًا 8.4.7، أنا هاستخدم أنا ديّة تمام. بُص كده هيقول لك لو أنت شغال docker desktop اضغط هنا هيروح يرنّها لك على طول في الdocker desktop. أنا مش شغال docker desktop. فأنت بكل بساطة أنت بتاخد الرقم دوّة، تيجي هنا كده تقول له docker pull MySQL ده الريبو، وتقول له هنا كده ده الtag. أنا كنت قايل له 8.4.7. لو هي مش موجودة عندي في الجهاز هيبتدي يعمل لها download. لو هي موجودة عندي في الجهاز هيقول لي خلاص أنت أمورك زي الفل، تمام؟ نفس الحتّة ديّة لمّا بتعمل docker run هي automatically بتبقى included في الحتّة ديّة. فdocker run بيpull الimage لو هي مش موجودة وبعد كده يrun الcontainer. خلّص عندي، عمل حاجة؟ لأ، يبقى أنا الtemplate اللي أنا عايزه بقى موجود عندي. تعالوا هنا كده نrun الMySQL. أنا هاقول له هنا كده بكل بساطة ارجع تاني للdocumentation. بُص كده، أرجع تاني للdocumentation بيقول لي لو عايز تعمل MySQL database أنت بتقول له docker run dash name وتدّي له اسم الdatabase اللي أنت عايزه. وبعد كده خلّي بالك إن في حاجة ظهرت لنا هنا كده لو أنتم مش شايفينها اللي هي -E. أي application أنت بتستخدمه بياخد حاجة اسمها environment variable. الenvironment variable ديّة الapplication أول ما بيقوم بيروح يget الenvironment variable ديّة وبيستخدمها جوّه الapplication. اعتبر MySQL، Mongo whatever هي نفس الحتّة. فMySQL هنا كده أنا باقول له أنا عايز الMySQL root password يبقى mySecret، وباقول له -d إن إحنا قُلنا عايزين نحطها في الbackground، وباقول له هنا كده MySQL والtag. أنا كنت مختار هنا في الحتّة ديّة كام؟ 8.4.7. يعني أنا لو جيت هنا كده خدت دوّة عشان ما اقعدش أكتب فيه، وجيت هنا كده قُلت له docker container run dash name MyDB. هاقول له -d عشان يحطها في الbackground، وهنا كده هاقول له -e وهاجيب الenvironment اللي موجود في الapplication ده سواء الdeveloper هيديه لك أو أنت هتستخدمه، وأقول له الpassword أنا هاحطه password بمزاجي تمام. خلّي بالك إن هي key وvalue، key بتساوي value تمام. ولازمًا تبقى case sensitive، لازمًا تحطها زي ما هي، لإن الdeveloper لو مش عاملها بطريقةٍ ما أنت مش هتعرف تقراها. يعني أنت لازمًا تبقى أنت بتfollow الinf file اللي الdeveloper مديه لك. هنا كده أنا هاقول له أنا عايزك تستخدم MySQL وهاقول له نقطتين وهاقول له 8.4.7. كل اللي هو هيعمله دلوقتي إن هو هيعمل إيه، هيروح يcreate MySQL ويشغّلها لي. لو اتّكيت enter عمل لي container وادّاني الID بتاعه. لو قُلت له docker bs بقى عندي الcontainer اللي اسمه MyDB. لو أنا قُلت له هنا كده أنا عايز أaccess الdatabase docker exec وخدت الID دوّة وقُلت له ادّيني باش. بُصّوا كده أنا دخلت جوّه مين، دخلت جوّه الdatabase container. الMySQL للناس اللي هي ما بتستخدمهاش ليها client ده ممكن يكون desktop أو ممكن يكون command line. أنا هاستخدم الcommand line دلوقتي، بس أنت ممكن تجرّب بعد كده اللي هي الإيه، زي MySQL workbench أو أي حاجة. لمّا باكتب MySQL -h اللي هو الhost اللي أنا عايز أconnect عليه by default هو بيخش على مين، على الlocal host. قُلت له -u الuser اللي أنا هاconnect عليه by default أنا عامل مين، اللي هو الroot اللي أنتم شايفينه فوق دوّة، وهاقول له -b وهاقول له enter. هيطلب منّي الpassword، ده الpassword اللي أنا كاتبه. وخدت copy كده وعملت paste هنا. بُص دخّلني فين، دخّلني على MySQL shell. لو كانت أي حاجة من اللي أنا عملتها دي كانت غلط ما كانش هيدخّلني عليها. لو أنا قُلت له هنا كده show databases هيقول لي إن في database أنت عملتها، لأ databases ديّة كلّها جاية by default. لو أنا قُلت له هنا كده create database اسمها docker، أنا كده كريت database اسمها docker. لو قُلت له list لي كل الdatabases ديّة الdatabase أهيّة. حلو؟ طيب أنا كده عملت الMySQL database. في نقطة هنا كده أنا ما عملتهاش. تفتكروا إن أنا لو خرجت من دوّة وجيت قُلت له docker bs الMySQL شغّالة والّا لأ؟ أنت عندك application صغير معمول بأيًا كان اللغة، عايز إن أنت تaccess الapplication دوّة، هينفع إن أنا أaccess هنا؟ أنا عايزكم تبُصّوا كده على الoutput بتاع ده والoutput بتاع اللي تحته.
ينفع زي ما انا عملت هنا كده في الانجن اكس وجيت فتحته من هنا، ينفع ان انا افتح الداتابيز؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش عشان انا ما حطيتلوش بوت مابنج. اعمل له مابنج، فبالتالي الداتابيز ديت مش هينفع تاكسسها من الجهاز او الماشين بتاعتك، بس في نفس الوقت الكونتينرز اللي في نفس الديفولت نتورك هيقدروا ان هم يوصلوا للكونتينر ده. دي النقطه الاولانيه. لو انا هنا كده قلت له الكونتينر دوت الستاتس بتاعته ان هو ايه؟ راننج. ايه رايكم كده ان احنا نيجي على الكونتينر دوت واقول له دوكر ستوب الكونتينر ده؟ في الحاله ديت انا عملت ايه؟ انا عملت ستوب للكونتينر فبقاش موجود. انا هعمل ايه هنا كده؟ اقول له دوكر ستارت الكونتينر سواء بالاي دي بتاعه او بالنيم بتاعه، الاثنين هيبقوا شغالين. لو انا قلت له هنا كده دوكر بي اس بقى شغال، ولو انا قلت له هنا كده دوكر اكزيك وخش جوه الكونتينر دوت وقلت له كونكت كده على الماي سيكوال وقلت له دي باسورد وقلت له شو داتابيزز، لو انا ضغطت انتر كام واحد متاكد ان الداتابيز اللي انا كريتها اللي اسمها دوكر موجوده؟ الناس تكتب في الشات كده موجوده ولا مش موجوده. طيب انتم انقسمتوا. طب بصوا كده لو انا عملت انتر الداتابيز لقيتوها ايه؟ لقيتوها موجوده. طب معلش يا باشمهندس، هو ليه هي موجودة؟ مش المفروض تبقى حاجة تعمل ستور يعني علشان نعمل الداتابيز دي؟ أنا قصدي يعني احنا ما عملناش ستور وما عملناش اي حاجه. يعني عملت اكزيت اكزيت. للكونتينر. لا عملت طب مش اكزيت اهو. بص كده لو انا جيت على نفس، خليني اعيد نفس السيناريو بس بطريقه تانية عشان انا عايزكم تبقوا فاهمين الحته ديت كويس. انا عملت ستوب، ما عملتش ديليت، ما عملتش ريموف للكونتينر. لو انا جيت هنا كده نفس الكونتينر دوت قلت له دوكر ستوب الكونتينر، احنا اتفقنا لما نعمل ستوب ونرجع تاني لقينا الداتابيس. طب لو انا قلت له دوكر ار ام الكونتينر دوت، انا شلته وجيت هنا كده بنفس الكوماند اللي احنا عملناه من شويه ده، عملت نفس الكونتينر ودخلت فيه كده عملت اكزيك وقلت له تعالى نجيب كوماند تاني لوكال هوست داش يو داش بي وقلت له هنا كده شو داتابيز. في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ داتابيز الداتا كلها راحت. الداتا كلها راحت بسبب حاجتين. بسبب الاول لما بتعمل ستوب هو بيريزيست الفايل سيستم اللي موجود عندك، بيروح يحطه على الهارد ديسك، ولما انت بتريزيوم او بتشغل الكونتينر تاني او كده بيجيب لك نفس الداتا تاني وبتكمل عليها. في الحالة ان انت لما بتعمل ريموف للكونتينر فانت بتبتدي فروم سكراتش، بتبتدي من اول ما الايمج اللي انت اشتغلت او البيز ايمج اللي انت بترن بيها الكونتينر هو بيبتدي منها، مفيش اي حاجه بتبقى موجوده بعد كده. كل اللي موجود اللي انت لعبت فيه دوت قبل ما تشيله كانك انت ابتديت فروم سكراتش. فرقوا ما بين الستوب وما بين الايه وما بين الريموف. طب انا بقول لكم الحته ديت ليه بقى؟ عشان بعض الناس هترن كونتينر وهتحطه في دوكر كومبوز ويبقى زي الفل، وفجاه كده السيرفر يحصل فيه مشكله، الداتابيز تحصل فيها مشكله، يكراش ما يشتغلش تاني، فالداتابيز كلها تروح فنترفد كلنا مع بعض. تمام؟ فانت بقيت محتاج دلوقتي الحاجه لازما تقول بغض النظر الكونتينر بتاعي ده شغال مش شغال، كراش مش كراش، الداتا حاجه والكونتينر اللي شغال حاجه تانية، الابلكيشن حاجه والداتا اللي بيكتبها حاجه تانية، عشان لو الكونتينر ده راح في داهيه احنا ما نترفدش معاه. فدي من المشاكل. مثلا لو الناس بتتجرب كونتينرز كده وتمام التمام ممكن اصلا ما يعملش بريزيستنس للايه للداتا بتاعته، فبالتالي كل حاجه بتروح. لو حصل حاجة زي ما قلت، دي نقطة كلش يعني كويسة. لو حصل حاجة، لو عمل أي حد يعني يكون database or application في عملوا configuration والحالة دي وعمل RM، ممكن تعمل حاجة ترجع ولا خلاص؟ ار ام للكونتينر ولا ار ام للداتابيز نفسها؟ خلينا نقول الحالتين لأن الحالتين أنا عندي مهمين، database والكونتينر. في حاجتين هنا كده. الحاجه الاولانيه بالطريقه اللي احنا عملناها دي فهي باي باي، الا في حاله ان الكونتينر انجن عمل ريسايكل للفايلز فانت ممكن ما تلحقهاش اصلا، فبالتالي هي هتبقى راحت. الحاله اللي انت بقى ان انت ممكن تجيبها من خلال اللاير بتاع يعني مثلا انت شغال مثلا في ام وير فانت ممكن تشوف السناب شوت بتاع الفي ام قبل ما حصل فيها مشكله. تمام. في كمان سوليوشن بتاع الذكر نفسه بتعمل باك اب ولا لا؟ الباك اب انا هقول لكم بقى الحته البديله للحته ديت، يعني ايه الستاندر اللي دوكر عمله عشان احنا ما نتغلبش في المشكله دي. تمام، شكرا. حد تاني كان عنده سؤال نكمل ولا؟ انا هندسه كنت بسال، طب ما هو عشان كده
احنا بنستخدم الكوميت يعني عشان نعمل نيو فيرجن من الحاجه اللي انا خلصتها؟ بص، لو انت عندك داتابيز 2 تيرا، متخيل الكوميت مش حل ليه؟ لان انا النهارده عملت ايمج وبعد كده الداتابيز عماله بتكبر بتكبر بتكبر. انت متخيل ان انت كل ما هتعمل كوميت، ما انت اصلا الكونتينر لو حصل له كراش في اي وقت او حصل له مشكله هيرجع للبيز ايمج اللي انت عامل فيها الكوميت من الاول. فالحل ده مش هيبقى مناسب خالص، مش هينفع اصلا. واضحه ولا اظبطها اكتر؟ ماشي. أصل أنا اللي انا اعرفه عن الكوميت، اللي انا مثلا ببقى عايز اعمل ايمج من اخر نقطه، انا زيها زي سناب شوت كده، انا ببقى عايز اخد اخر حاجه انا عملتها. طب انا كده بقى خلاص بقى عندي ايمج واصله مثلا اخدتها كل اسبوع، فبتتحط على الريبو مهما حصل بقى الكونتينر بتاعي وقع ذات نفسه او اي حاجه، انا كده كده معايا اخر فيرجن من الايمج، هعمل لها بول تاني ورن الكونتينر بالنسبه للداتابيز يعني. لا، مش هينفع الكلام ده. هقول لك ليه. لان انت الداتابيز عماله بتكتب 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 بتكتب، فانت كنت اصلا عامل كوميت النهارده كده للداتابيز سناب شوت مثلا من وعملت ايمج جديده. تخيل ان الداتابيز بعدها بساعه حصل ان هي كتبت، فانت لو رجعت لقبلها بساعه انت اصلا كده كده يعني، انا لو عملت مثلا قبلها ب5 دقائق كده هترفد من الشغل، لان في داتا لوس حصلت في المده ديت. ما ينفعش يعني لو هنشتغلها بالطريقه ديت، ففي داتا لوس، فده اصلا مش هيبقى مقبول اصلا خالص. ده تعمله في حاله ايه؟ في حاله لو انت عايز ترجع للدوكر ايمج نفسها، مش للداتا اللي جوه الدوكر ايمج. يعني انا الدوكر ايمج مثلا بتاعتك انت طلعت فيرجن وكنت عامل في الدوكر ايمج شويه حاجات جديده وبتاع، والابلكيشن تمام وانتوا عاملين فيرجن جديده، وبعد كده اكتشفتوا ان هي باظت، فانت ممكن ترجع في الدوكر ايمج. لكن الداتا اللي جوه الكونتينر لا، دي قصه تانية وما ينفعش تعملها بالطريقه دي. لان انت لو دقيقه واحده في الداتابيز عليها بيمنت وانت ما عرفتش ترجع لها، انت كده معناها ان العملاء اللي عندك حصل ليهم لص البيمنت كتير جدا، مش هتبقى عمليه. فاهم قصدي؟ طب هو مثلا بيبقى ايه الحل في الكيس دي يا باشمهندس؟ لان انا يعني انا لسه طالب، يمكن ما قابلتش الحاجات دي او لسه ما شفتش برودكشنز، فانا مش فاهم. طيب هيبقى ايه الحل في الاخر للكيس دي؟ ما احنا مش هنرجع لداتابيز قديمه، احنا هنستخدم الحل اللي هو الستاندرد دلوقتي. عايزكم قبل ما اخش على الحته ديت كل الناس ترن الداتابيز عندها، وبعد كده ننتقل للحته بتاعت الايه، بتاعت الحل بتاع اللي بعديها اللي هي الفوليومز. كل الناس ترن داتابيز، تكريت فيها داتابيز، تجرب الحته ديت في السريع كده عشان نخش على اللي بعد. انا هحط لكم برضو الكوماند عشان لو محدش قدر يوصل بسرعه. ده الكوماند اللي كنت مستخدمه، وهحط لكم ان انت تاكسس السيرفر بتاع الماي سيكوال وتخش جواه تعمل شو داتابيسز. انا غششتكم كل حاجه، يلا بينا.